وحنا الشباب الجزائري كنا 70% تاع الشباب. الثروات اللي عندنا في الجزائر ما شاء الله، الاراضي الفلاحيه تتاقلم مع كاع الخضره، كاع الفواكه، كاع البقول، كاع كل شيء. سو كيفاش حنايا الخطا فينا، الخطا في التسيير تاعنا. ان شاء الله تتعاونوا بالافكار تاعكم كما مش عارفه واش حصه الخواطر. كلشي جا فكره ودينا ما شاء الله فيه كلشي. ان شاء الله نتعاونوا. مرحبا بكم. تفضل قولي لنا كلمه. يا ضيفه ولاش مشاكل تاع الحاسي مندوبه تاع الحاسي. أنا ثاني منتخب في المجلس البلدي تاع مدينة وهران ومفتش تابع وزارة الصحة. أنا معاهم ندوز. كما سبقت الوقت والإخوة اللي تكلموا نحو عليها، نحن أسرة. احنا ما درناش الحزب باش نهبوا أموال الشعب، الله ينجينا منها إن شاء الله. وما درناش حزب باش نتسلطوا على هذا الشعب، لأن في الكثير من الناس يلعبوا المسؤولية باش يحضروا هذا الشعب. احنا ما فيناش الأخلاق الحمد لله. حابين نستمروا في البذرة الطيبة من خلال منتخبين شباب درنا فيهم انتخاب، وان شاء الله في المستقبل ربما يكونوا منكم ولا اولادكم ولا بناتكم. الهدف اننا المسؤوليه اللي تحملنا امام الله اننا نوصلوا للشعب المسؤول يكون حال الشرط فيه الاول فيه خوف الله. الشرط الثاني يكون داير الخير في الاهل تاعه، لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك خيركم للناس خيركم لاهله وانا خيركم لاهلي. هذا مقياس جد مهم، لان الانسان اللي يستخسر شكاره الحليب في وليداته وفي الاسره تاعو هذا ما تنتظرش منه خير غادي الخير في المجتمع. على حنا دائما في المقاييس على اختيار الاشخاص نركزوا باش الناس يكون في خوف الله، فيه دير الخير في الاسره تاعو، يحافظ على السمعه تاع الاسم تاع والديه، لان الانسان عندها ما جابش الاسم اللي هكا جاب من والديه. الانسان اللي يدير الخير اش يجيب الرحمه لوالديه. يقول لك اذا مات احد انقطع عمله الا من ثلاث. شو هو العمل من ثلاث بينهم؟ ابن ولا ابنه صالحه، حاجه اللي يدير فيها الخير هو يدعي لك ربي هذاك الابن الصالح، ولا الناس شكون انت راك تمشي في طريق تسقمها غادي يقول الله يرحم الانسان والله يرحم والديه، هذا اللي يسمى الطريق. لقيت حفره وبلعتها. هذه يعني اشياء ربما تبان هينه لكن عند الله عظيمه، لان ادنى شيء في الاسلام هو اماطه الاذى عن طريق. سيشوف اذى في الطريق يوخرع، هذا ربنا يكافي به. احنا للاسف الجزائر كانت كيما هكا، حابين يرجعونا بدي ناس تاع قال تختار سي تفوت. قال لي لاش العربي ينجح عرب اللي بن عندنا ما حضرش. يعني افكار تافهه وش تغرس الكراهيه بيننا. وحنا محمد صلى الله عليه وسلم خلينا قال لك الا ادلكم على شيء اذا ما فعلتم تحاببتم. قالوا له الصحابه وما هو يا رسول الله؟ قال افشوا السلام بينكم. الانسان مين جارك تخرج الصباح تقول السلام عليكم لجارك ولا لجارتك، هنا ما معناتها راك تعطيها السلام وهي تعطيك السلام ترجع لك. اذا سيوها والله نبداو سيوها وشوف. ما الانسان اللي ما يقدرش يقول لك سلام تقول له سلام يطيب لو كيف نظريه بعضنا نقول له سلام نقول سلام باش نربوا بعضنا بعض. كيما كانوا والدينا كان في الحوش ما كانش كيما تهريدو داخل ولا يكح ولا يصفر الناس ديال الطريق، ما كانش واحد يخون واحد. حنا للاسف بغاو يرجعونا مش عارف، بغاو يكلعونا كيما ديك الحمامه يقولوا لها الريش تاعها يخلوها بلا ريش. ان شاء الله مازال الخير، وانا متفائل رغم اننا واحد ما راش كثير يتفائل الخير في الشباب اللي راه جاي، لان حامل فيها طيبه. 11 ديسمبر كانت الاخت شرفتنا بواحد البراعم، درنا احتفال بديك 11 ديسمبر مسيره 11 ديسمبر اللي خرج فيها الشعب الجزائري ورفض الاستعمار الفرنسي. كان شباب ما بين 5 سنين 11 عام عطانا درس في الوطنيه. صدقوني بالله والله عطانا درس في الوطنيه، وتشوفوا راه كاين فيديو تقدر تساعد تقول انت الحمد لله الخير مازال باقي في الجزائر، ولا يقاتل الخير من امتي اليوم في سيد الخلق. اذا احنا حابين كما قالت الاخت نخبه احد المجتمع غيبت وما يسمى بالطبقه الصامته. هاد الناس اللي ما تروحش تنتخب ما تعتنيش بالامر تاع المجتمع، هادو الناس راهم على ضلال راهم غالطين. لان دروك انت تقول لي انا ما نمشيش نفوتي باريس، هاو يجي واحد اخر يستعمل الصوت تاعك. شكون يوصلوا واحد اللي ما فيهش الخير ولا واحد ما فيهاش الخير. من بعد انت نهار اللي تروح باش تدي الحق تاعك اللي هو حقك كمواطن ما تلقاش.
حول كرسي هذا فارغ. صعب يكون فيه الانسان اللي مولاه، ما يجيش واحد يقعد فوق امبوسيبل، كل واحد ما كان. اذا على حنا حابين رانا دائما نستثمروا في الطبقه الصامته هذه اللي رامي شاركت في المجتمع الجزائري. ومن نقولها سياسه نقول لك انا خاطيني السياسه، يا حياتك كلها سياسه صح. الحليب لا غلا سياسه، الخبز لا غلات سياسه، الدول اللي راهم زايدين فيه دروك سياسه. الا كان ما نهتموش بالشان العام حنا كشعب جزائري كلنا ونضافروا ونوصلوا للسلطه، قال السلطه راه كيغلط في هذا المجال. اي وزير يغلط يا خويا حنا واش نديروا فوضى ونكسبوا بلادنا، باسكو ولادنا لا خويا انا نكسب لك، انا عندي حزب وعندي مسؤولين عندي منتخبين منتخبات، خويا نكتب ونوصل رساله للمصالح الماليه بالارض وتوصل الرساله كنا في افريل 2012 كنا في ورله المهرجان الشعبي في التشريعيات. تكلمنا وحذرنا السلطه من شباب الجنوب، قلنا لهم شباب الجنوب قنبله موقوته، وان الاوان على السلطه ان تتدارك الاوضاع. ما يستحيل في مخ واحد يسكن في ورله في الجنوب البترول يفوت تحت رجليه وما يبقاش خدمه، هذه ما تدخلش المخ. انت تجيب لي واحد سوداني الباي تجيب له من بنغلاديش وتجيبه لي من شعب الفلبين وتجيبها لي من مش عارف من اي مكان، وولد قرا ولد حسين سعود ما ينجمش يسودي على ما تعلمناش. وقلنا لهم في 2012 في افريل 2013 انفجرت الاوضاع في الجزائر في الجنوب. مشروعهم كل شيء في افريل 2012 سنه بعد اللي قلنا في ورقلا يوقع انفجار في جنوب الجزائر في ورقلا بالذات. الحلول اللي اقترحها الحزب الوطني الجزائري في 2012 داتهم الدوله. على ما نهار في 2012 من قلنا لكم ما درتوش هذه الحلول، على خليتوا حتى الامور انحرقت وتميعت ووصلنا لهذا الموسم. اذا خاصنا احنا نبقاو دائما نطالبوا بالحقوق بصفه سلميه وقانونيه. ونظن كاين قنوات حوار، الحمد لله كاين قنوات حوار، احنا دائما مواصلين على هذه القنوات الحوار وناكدوا عليها لانها مهمه. وانسان ما يوصلش هو يحرق يديه، يحرق بلاده ويحرق داره ويحرق يديه. باسكو من تحرق دارك تحرق بلادك تحرق يديك سي توصلت ما وصلت. اذا المفهوم خاصنا يبقى دائما المفهوم تاع التفاؤل. نتفائلوا خير، تفاءلوا خير تجدوا ان شاء الله. هذا هو فيما يخص كما قلت لك التوجيهات والافكار تاع الحزب الوطني الجزائري. ولا كان فيه اي سؤال نظن احنا دروك راه عندنا ممثله رسمي اللي هي السيده حوريه ومع الاخوه اللي راهم معها في المكتب الاخوات والاخوه المؤخرين، وابوابنا مفتوحه اي انشغال ان شاء الله اللي قادرين نقدموا به اي عمل ان شاء الله في بعد ارسل البارتي تاعك وهذا الحي وهذا الحزب تاعك ان شاء الله. ونشكركم على تلبيه الدعوه واللي سمحتوا لنا باش تسمعوا لنا وتجلسوا معنا، هذا شيء مهم. فيكم خير، متفائلين فيكم خير، لان الوقت هذا ما يخفاش عليكم قليل من الناس اللي تهتم بالشأن العام. هذه اللي رانا حابين نخرجوا منها بالجزائر. كإنسان يدخل داره يبلعها ولا تخطي راسي وتفوت. والله موش احنا الجزائر عمرها ما عشت كيما من ضمن الحاجه راه كبر منا، وحتى الاخوه اللي معنا في الحزب كبر منا ويقولوا لك باللي الجزائر عمرها ما عشت كيما هذا. اذا حابين ان شاء الله الخير ان شاء الله الجزائر وما تخلعكمش ازمه تاع البترول. اللي يرزق هو الله سبحانه وتعالى، مش بترول. احنا عندنا ما احسن من البترول اللي هي الارض، ما لناش عارفين قيمتها. وقالتها الاخت، الارض كل منتوج يخرج من الارض فيه صناعات، ما في صناعه واحده، فيه صناعات. كل فاكهه تخرج من الارض فيها صناعات، ولا كل خضر تخرج من الارض فيها صناعات. احنا للاسف المسؤولين سمحهم الله ما عطاوش للارض حقها، ما عطاوش للبترول الحقيقي اللي هي الارض عطاو حقها والماء. حنا شاولينا نبغوا الرد سريع، قال الحل نريدو اليوم غدوه تولي عندك مش عارف مرسيدس وعندك فيلا 5 ايطاج لا، ربي يبغي الانسان اللي يتعب. حنا الارض ربي عطاها لنا، فرنسا بكري كانت توكل بها اوروبا. حنا ولينا اليوم تسمع انا جزائري تخيلني من نسمع باللي الجزائريين امبورتاو الثوم بصله هلا احنا ما عندناش الارض هذه. الارض هذه كانت توكل بها فرنسا اوروبا مش الجزائر. كيف احنا اليوم وصلنا احنا نامبورتيو البصله صح. الحمد لله الدوله دارت اجراءات وبلعت على هذا الناس، بصح ماتها طفرت. كلاونا بلجيك كبير كلاونا هذا الناس. واحد راح يدي ملايير ويامبورتي التراب ويخلي لي كونتينر مكلوسين في البور، باسكو علاه كان عارف بلي السلطه كانت غايبه.
بصح هذا مو الجزائري اللي يدير حاجه كيما ندير مو الجزائري، لان ما فيش خوف الله، دا حق المساكين، دا حق الشعب تاع الجزائر. صح انت درت قرض باش تخدم الله يعاونك الله يسهل عليك، الا ديت 100 ارجع 200 كونترير، ماذا بينا الغدوه تولي عندك 1000 ماشي غير 100. بصح باش تدي الاف ولا مليارات بح، واللي راهم جايين مساكن شايكلوا. بصح املنا يبقى في الله سبحانه وتعالى. حنا عندنا ارضنا ان شاء الله، ومازال ان شاء الله الشباب يفهم شيء راه جاي في الزمان ان شاء الله باذن الله، ويهتم بالشيء اللي هو منتج، لان حاجه كاع اللي فيها الانتاج ما تحبسش. اللي يغرس شجره تاع الزيتون عمرها ما يحبس، الزيتون فيها، وعندك الزيتون زيت الزيتون تنجم تخرج منها عصير تاع زيت الزيتون، تنجم تبيع الزيتون كزيتون بالحبه ولا مش عارف. العلفه تاع الزيتون يطنطحن وياكل منها البقر باش والغنم باش يعطوك حليب اكثر، باش حاجه رابطه حاجه. ربي ما خلقش الدنيا غير كل حاجه بلاصتها. حنا تاعنا جاتهم البترول ساهل وبعد بترول 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 بترول، ها ورانا وين وصلنا. لو خصنا نفهموا باللي البترول ما عندنا ما نديروا به في الجزائر. عندنا ما احسن ما البترول اللي هي الارض. عندنا اكبر ثروه مائيه موجوده في الجنوب الجزائري وموجوده في العالم. عندنا في الجزائر اكبر منطقه مصدره للطاقه الشمسيه في العالم موجوده في الجزائر. على بالكم رابع ارض مقدسه. زيد في معسكر جو بونس لقاو واحد الماده ماده اغلى في العالم. اذا ايوا باش تشوف اللي ربي سارسق هذا البلد من الطيبات ومن النعم. راه خصنا حنا ثاني الجماعه يفهموا باللي الشعب راه واعي، الشباب راه واعي. يا خويا حنا حقنا يجينا عن طريق القانون ونخدموا. ماشي قال اعطيني دروك وكلني، كما قال الحكمه الصينيه: علم ابنك ان يصطاد السمك ولا تعلمه ان ياخذ السمك. باسكو انت تجيب ولدك كل يوم تحط له حوته، صحيح يكبر بالحوته، بصح مين تشري له صناره قال بار واحد انا رايح نصيدو، يتعلم يصيد. غدوه انت رحت صحيح راه يعرف يصيد هو، ما عندنا ما يدير بك، صحيح علمته وهو ثاني ولده يعلمه كيما هكا. البحر ما غاديش يحبس من السمك، ربي دار فيه الخير. بصح على ولفت دائما نجيب له الحوته عند راسه ياكلها، نهار اللي تروح يقعد يقال شكون يجيب له حوته. اذا هذا طرح صيني، مثل صيني حكمه شعبيه صينيه لكنها حقيقيه، وقالها النبي صلى الله عليه وسلم. حنا من نرجعوا للقدوه تاعنا محمد صلى الله عليه وسلم، عندنا من نلقاو من توجيهات ومن نصائح ومن منهاج محمد صلى الله عليه وسلم. وربي يرجعنا للحق ان شاء الله. ونشكركم بارك الله فيكم. بارك الله فيكم.